فضيحه فضيحه ودرس قاسي، درس قاسي من لاعيبه وادي دجله ومدربهم للاعيبه نادي الزمالك ومدربهم اللي هو لازم يحصل ريبيرو. يا اخي والله ما قادر الومك، والله ما قادر الومك، لان دايما وجهه نظرك بتطلع صح. مدرب تفكيره غريب عجيب، لعيبه عجزه، فريق يعني الاهلي بيديك هديه وبيراميدز بيديك هدايا، وانت تيجي تبقى ادائك بالشكل ده ومستواك بالشكل ده. يعني فعلا يعني كلمه فضيحه، والله العظيم انتوا كسفتونا. هو الموضوع مدرب اجنبي وخلاص، يعني مدرب اجنبي وخلاص، ويجي واحد يبرق لي طول الماتش، مبرق لي ما بيتكلمش، والتاني قاعد عمال يكتب. بتكتب ايه يا ابني؟ انت عندك امتحان؟ هو انت داخل امتحان عمال تكتب وفرقتك لايصه؟ فشابوه للكابتن محمد الشيخ مدرب وادي دجله ولاعيبه وادي دجله. الحاجه الوحيده بس يا كابتن محمد ان انت خرجت محمد عبد العاطي، انما لو ما خرجتش محمد عبد العاطي كانت النتيجه زادت من 2 ل 3 ل 4. ايوه معاه حق. احنا كزملكاويه لو انت ما قلتش الكلمه دي يبقى انت راجل ما بتفهمش. معاه حق. احنا على تكه كنا ممكن نشيل سكور من وادي دجله عادي، وانت عمال تقول لي شيكو بنزا واخوان مش عارف الفينا بزيره ومش عارف ايه وطالع لي السما، وانت ما حققتش اي حاجه لسه. على ايه العنطزه اللي احنا بنتعنطزها والجمدان اللي ما فيش حد زينا واحنا ما عملناش حاجه؟ كل سنه تجي لنا الهدايا والفرص لحد عندنا ونطلع بالمستوى الخرا ده. كسفوا على دمكم. خرجت المعلم ليه؟ ده معلم الكره المصريه، والله العظيم معلم الكره المصريه، ولا حد بقى يقول لي عبد الله السعيد، ولا حد يقول لي زيزو، ولا حد. هي اللعيبه دي اللي هي بتتحكم في اداء 11 لعيب ولا 10 لعيبه. هي دي اللعيبه المعلمين، مش واحد عمال واخد لي توكيل قرانل وفاولات، والتاني برضه في نادي الزمالك اللي اسمه عبد الله السعيد قرانل وفاولات، ولا واحده مثمره ولا واحده منتجه. واحد رايح ب 160 مليون عشان الكورنر وضربه الجزاء، من يوم ما راح ما جاش الا ضربه جزاء واحده وما شافهاش. التاني واخد توكيل ضربات الفاولات والضربات الركنيه، ولا واحده جه منها جول. غيروا، خلي بنتايك يعمل كورنر، خلي مره الفينا يعمل كورنر، اللي اسمه شيكوبانزا يعمل كورنر، احمد فتوح يعمل كورنر اللي منه لله. فبصراحه شابوه لفرقه وادي دجله، ويستحقوا الفوز اكتر من هدف. يعني مش 2-1، لا، النتيجه لازم 4 و5. اقسم بالله محمد صبحي نجم المباراه، برغم ان الجون الثاني بتاعه لان هي جت في صدره كان المفروض يطلعها بايده، ولكن من البدايه حسام عبد المجيد ده لازم يقعد، اللي منه لله. عندك اللي اسمه احمد فتوح اللي نازل ما عملش دماغ، منه لله. وعندك اللي اسمه عبد الله السعيد، منه لله. وناصر ماهر كان خلص اللقاء ده 2-0، خلاص كانت الفرقه يأست وما بقتش ترجع للمباراه تاني، انما 1-0 دي كانت مشكله. لا انا عايز اقول لك يعني واحد زي حسام عبد المجيد ده اللي مش عايز يجدد، لا ده ممكن تركنه عادي، يعني ده ممكن تركنه. واحد زي محمد السيد انا مش عارف هو ليه اصلا قاعد لحد دلوقتي. اللعيبه في لعيبه كتير تعبانه وتقدر تعاقبها وتقدر لسه الوقت قدامك، ورغم ان انا مش مع ده، انت المفروض تعاقب من دلوقتي. بس كل ده كوم بتاعت فرصه ناصر ماهر دي كوم تاني. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم الحلويات والافشخانات اللي انت بتعملها دي؟ يا عم القرف ده يا عم، دي فرصه جون 2-0 خلصنا يا عم. حرام عليك، حرام على موهبتك الفشيخه يا عم، حرام على الخرا اللي بتقدمه يا عم، حرام عليك. انا مش عارف، انا لو مدرب والله العظيم لاعلمك الادب والله. منه لله. وعندك طبعا المدرب اللي ما عندوش فكره، منه لله. ومنه لله اكتر اللي مشى ايمن الرمادي وجاب المدرب العر ده، بجد يعني مدرب والله العظيم مش فاهم حاجه. نص الملعب مسروق منه الشوط الاولاني والثاني وما عملش تغييرات، ولما بيعمل تغييرات طلع بنتايج. يا نهار اسود، هي البتاع ناقصه قتله، المشرحه ناقصه قتله. فمنهم لله الناس اللي انا قلت عليهم دول سبب الخراب. وبعدين الاهلي يعمل لكم ايه اكتر من كده؟ يعني النادي الاهلي يعمل لكم ايه؟ خسر امبارح، تصدر بقى انت النهارده وانهي الفتره ديت لغايه ما تعيد حساباتك بقى وتبدا تظبط لعيبتك والمصابين يرجعوا والكلام ده. لا، لازم تعكنن على الجماهير بتاعتك، لازم لعيبه الزمالك والمدرب يعكننوا على جماهيرهم. لا ما نبقاش اول. والله لو ايمن الرمادي موجود كان زمانك دلوقتي العلامه الكامله 15 بونت من ال5 ماتشات. والله بغض النظر عن ايمن الرمادي او غيره من الاسماء، بس هو في مدرب بيطلع يقول على اللعيب الفلاني عندي مش هتشوفوه تاني طول ما انا موجود؟ ليه يا عم؟ وقتلك قتيل يا عم الحاج؟ هي سرق ورثك يا عم؟ دي كوره وخلافات في كوره، وما جاش يجري وراك بشومه. ايه يا عم؟ وايه اللي يطلع يقول لك اصل انا المهاجمين الاربعه اللي عندي ما بيقدموش مستوى المطلوب منهم لحد دلوقتي؟ وما انت مهمتك ايه ودورك ايه؟ لما جايب لي عدي الدباغ وجايب لي مش عارف احمد شريف وعمرو ناصر، وايه يا عم ده؟ فين يا عم؟ فين المردود؟ انت ما بتلعبش غير عدي الدباغ ومفيش منه ناتج. فده انت بص يا جماعه، والله من دلوقتي الخطر يعني بيخبط لنا على الباب اهو. الراجل ده جاي يجرب فينا، انا وجهه نظري كده،
يعني على الاقل ريبيرو الراجل مثلا كان جاي من يعني منافسات افريقيه وبتاع ومش عارف ايه، كان يعني بص طمع الاهلاويه شويه انهم يجيبوه، لكن انا جايب ده على ايه اساس؟ كان بيعمل ايه ده ولا بينيل ايه؟ مش هزيمه وتعادل في 5 ماتشات. وادي دجله النهارده بيعمل كل حاجه في الكوره. كابتن حسام يا حسن لازم تبص للعيبه الجعانه دي، والله العظيم تاخد منها 6 7. سيبك بقى من لعيبه الاهلي والزمالك، زهقنا ما بيعرفوش يلعبوا. بص الكنترول بتاعهم، بص الاستحواذ بتاعهم، بص امكانياتهم الفنيه، ومدرب مصري عادي. وده شابوه اللي اسمه ماجد سامي ان هو صعد بيهم وخلاه، ما راحش جاب المدربين الهجاصين اللي هم عمالين يمشوا من هنا ويروحوا هنا ويهبطوا هنا ويهبطوا هنا. ده طالع بيهم وبيشوف بيعمل اداء، وخلي بالك ده من اول الدوري وهم ادائهم كده ثابت، بيلعبوا كوره احسن فرقه بتلعب كوره في الدوري هي ومودرن سبورت. يعني محمد الشيخ في وادي دجله ومجدي عبد العاطي في مودرن سبورت، والباقي كله هجاصين، كله بيهجص على كله والله العظيم. وانت يا حسام يا حسن لو ما خدتش 3 4 لعيبه من فرقه دجله دي يبقى حرام عليك، حرام عليك. ما تاخدش ارمي بقى الاسماء على جنب، الاسماء مش قادره تشيل رجليها والله يا كابتن رضا معاك حق، بس احنا السبب عندنا معلب وجاهز. هيتقال لك ايه؟ منتخب مصر عشان بيلعب في محافل دوليه وبيتعرض لضغوط، عايز طبعا لعيبه الاهلي والزمالك عشان متعودين على المحافل اللي فيها جماهير وعلى الحاجات البطولات الكبيره وعلى مش عارف ايه، وتيجي تبص تلاقي لعيبه اداء زي الخرا، ملايين ومليارات بتترمي في الارض على لعيبه زي الخرا. عايز اقول لك ان النهارده تريزيجيه 7 ماتشات ولا اسيست ولا جول مع الاهلي. عايز اقول لك ان النهارده عمر جابر اللي عمالين يقول لك ايه، لا لازم ينضم اساسي للمنتخب، عمر جابر مش قادر يرفع رجله، مش قادر يرفع رجله من الارض. اللي بيطالبوا يروح منتخب مصر، يعني انت بذمتك كمشجع يرضيك اصلا ان واحد زي ناصر ماهر يروح المنتخب؟ لا مؤاخذه في الكلمه اللي هو فيها دي. يعني ده مستوى بني ادم يروح منتخب مصر بالطريقه دي، يجي له فرصه قدام الجون انفراد يقعد يحنكش ويحنيك، ومؤاخذه في الكلمه مش عايز اقول الكلمه الثانيه. ده يرضيك؟ ده مستوى واحد يروح منتخب اصلا؟ ليه ما تاخدش لعيبه زي غنام محمد بتاع مودرن، علي فوزي الواد مش عارف بيلعب في مودرن ولا بيلعب في انبي، بيلعب تقريبا في مودرن سبورت، لعيب ملوش حل. ليه ما تاخدش واحد زي محمد عبد العاطي؟ ليه ما تاخدش اللعيبه المجتهده؟ لما تحطه تحت ضغط هيلعب يا باشا، هيلعب. ما هو بيلعب قدام اللعيبه اللي بملايين اللي بتروح تلعب تحت ضغط بتتفشخ وترجع. يا جدعان استقيموا بقى، ربنا يرحمنا ويرحمكم.